عمرك سألت نفسك ليه معظم اللي بيتعلموا داتا ساينس ما بيلاقوش شغل رغم ان الشركات اصلا مش لاقيه داتا ساينتست مؤهلين؟ الكراسي فاضيه والفرص موجوده بس الناس مش جاهزه. اللي بيحصل ان الناس بتتعلم معلومات متفرقه، شاف فيديو هنا خد كورس هناك، بس اول ما بيدخل انترفيو بيقع. طب السؤال هنا ليه ده بيحصل؟ عشان مفيش مشروع حقيقي اشتغل عليه، مفيش حد وجهه، مفيش خطه، مفيش متابعه. عشان كده عملنا لك دبلومه الداتا ساينس اند اي اي، دبلومه معموله مخصوص عشان تاهلك لسوق العمل، مش مجرد تعليم نظري وخلاص. هتتعلم فيها بايثون من اول سطر كود لحد ما تجهز اي بيانات لاي موديل. تاني حاجه الفيجواليزيشن علشان تفتح لك كل الانسايتس جوه الداتا. ثالث حاجه ماشين ليرنينج وديب ليرنينج وهتطبق عليهم عملي. رابع حاجه بقى انك هتشتغل على مشاريع حقيقيه تحطها في البورتفوليو بتاعك. وهنا بقى انت مش هتكون لوحدك، معاك منتور بيتابعك خطوه بخطوه، بيصحح لك وبيوجهك وبيقول لك تشتغل على ايه. ولاننا اول اكاديميه تدريب في مصر عندها منصه توظيف، لما تخلص الدبلومه والجريد بتاعك يكون اكسلنت هنبني لك البروفايل والشركات هي اللي هتخش تشوف شغلك وتحدد كمان معاك انترفيو على طول، بدل ما تدور على الشغل هو اللي هيدور عليك. سجل دلوقتي وابدا صح عشان تبقى داتا ساينتست بجد.